بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد، فإنه والله لشرف عظيم وموقف مهيب ومناسبة شريفة باذخة، تلك التي نحتفي فيها بمن جعل القرآن الكريم ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه، فاعتنى بحفظه وتشرف بتلاوته ونال جائزة الظفر ومنازل الأبرار. فقرآننا دستورنا وهادينا إلى الصراط المستقيم، كما قال ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيها الحضور الكرام، يا ضيوفنا الأفاضل، يا أهل القرآن والفضل والعلم، أهلا وسهلا بكم ترحيبا يفوح شذاه وعطرا يملأ الأرجاء. مرحبا بوجوهكم النيرة وقاماتكم الكريمة التي زادت حفلنا بهجة وبهاء. لقد حللتم أهلا ووطئتم سهلا، ونزلتم في القلوب منزلا رحبا. حضوركم اليوم هو تاج يتلألأ على رؤوس أبنائنا الحفاظ، ودعم مسدد لمسيرة الخير والعطاء في منطقتنا، وامتدادا لهذا الأنس البهيج، وتوثيقا لهذه البهجة. وفي هذه الليلة المباركة من هذا اليوم الاثنين 29 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، تلبس مدرسة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم بالحوطة أحلى حللها وأبهى زينتها، وهي تحتفل بتخريج كوكبة من الحفاظ الخاتمين والطلاب المتميزين الذين نالوا شرف حفظ كتاب الله وضبط المتون العلمية. فهنيئا لهم من الأعماق، وتبريكا بهذا الإنجاز العظيم، ودعاء صادقا أن يوفق الله كل من اعتنى بكتاب الله والعلم الشرعي. أيها الحضور الكرام، وخير ما يستفتح به المحفل وتستنير به القلوب آيات من الذكر الحكيم، حيث نستهل حفلنا المبارك بتلاوة عطرة ونموذج ندي لآيات كتاب الله يشنف بها المسامع بعض أبنائنا الحفاظ الخاتمين، وكلنا قلوب واعية وآذان صاغية، امتثالا لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومع النموذج الأول ومع الحافظ خالد عبد المنعم باحليم، فليتفضل مأجورا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه،
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا فتح الله عليك وبارك فيك وجعل هذا القرآن نورا لك في دربك وذخرا وتاج وقار لوالديك الكريمين في يوم الدين وجزاهم الله عنك خير الجزاء. وتواصلا مع هذه النفحات الإيمانية العذبة ننتقل إلى نموذج آخر ومع النموذج الثاني ومع الحافظ عبد الله فهد باياسين فليتفضل مأجورا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أحسن الله إليك ونفع بك وبعلمك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وممن يقال لهم يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل. ولا زلنا مع النماذج ومع النموذج الثالث ومع الحافظ موسى عبد الصادق بن حسن فليتفضل مأجورا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أحسن الله إليك ونفع بعلمك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الحفل البهيج، إن من أجمل أوقات العمر تلك التي يجلس فيها التالي لكتاب الله يتأمل آياته ويتدبر أحكامه ويعيش أحداثه، يتنقل بين سور وآيات القرآن لينال شرف التالين له. وأجمل منها تلك الأوقات التي تقضى في حفظه وتثبيته ليكون له هاديا ودليلا. ولكي نستشعر عظمة هذه الرحلة المباركة من أفواه أصحابها، نسعد الآن بسماع كلمة الحفاظ يلقيها نيابة عنهم الحافظ ياسين جمال ياسين بياسين، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وتوفيقه تتنزل الخيرات والبركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، إمام الحفاظ وقدوة البشرية، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، أساتذة الأجلاء، آباء الكرام، إخواني الحفاظ، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ليلتكم بكل خير. إنه لمقام فخر واعتزاز وموقف شكر وعرفان أن أقف بين أيديكم اليوم أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الحفاظ الخاتمين في مدرسة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم بالحوطة، لنسكب عبر هذه الكلمات خلجات قلوبنا وفيض مشاعرنا في يوم حصادنا الأكبر. أولاً شكر لرب الأرض والسماوات. إن أول ما نلهج به في هذا المقام هو الثناء العاطر والشكر لله جل وعلا الذي من علينا بفضله واصطفانا من بين خلقه وأعاننا ووفقنا لحفظ كتابه الكريم. فلك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا على عظيم فضلك وجزيل عطائك. ثانيا إلى تيجان رؤوسنا الآباء والأمهات، إلى من سهروا لننام وتعبوا لنرتاح، إلى من كانت دعواتهم في جوف الليل سندا لنا في طريق الحفظ. آباؤنا الأماجد وأمهاتنا الغاليات، نعلم أن كلمات الشكر تقف عاجزة أمام فيض حنانكم وبذلكم، ولكننا نسأل الله العلي القدير أن يقر أعينكم بنا وأن يلبسكم تيجان الوقار يوم القيامة جزاء ما قدمتم وصبرتم، وهنيئا لكم هذا الغرس المبارك. ثالثا إلى شموع الهدى، إلى معلمين الأفاضل في مدرسة الفرقان، يا من احتضنتمونا بالصبر والحلم وقومتم ألسنتنا بالبيان وبذلتم أوقاتكم وجهودكم لتروا هذا اليوم. إن كلمات الثناء لا توفيكم حقكم، فأنتم أصحاب الفضل بعد الله في هذا الإنجاز، وجزاكم الله عنا خير ما يجزي معلما عن طلابه ورفع قدركم في عليين. رابعا إلى رفقاء الدرب،
إخواني وزملاء الطلاب، يا رفقاء المصاحف ويا فرسان الحلقات، هنيئا لكم هذا الشرف العظيم، واعلموا أن الأمة اليوم في أمس الحاجة إليكم، فهي تنتظر منكم الكثير، فتعلموا واحفظوا وعلموا، وكونوا من أبناء الأمة البررة، واجعلوا من هذا القرآن العظيم واقعا يعاش وسلوكا يرى ودعوة تنشر، لتكونوا شموس فخر في مجتمعاتكم. خامسا، إلى أهل الجود والعطاء، إلى من أنفقوا وبذلوا، لتبقى هذه الحلقات منارات تسطع بالنور. أيها الداعمون الوفيون، إنكم بدعمكم ومساندتكم للمدرسة كنتم سببا بعد الله في استمرار مسيرتنا، ونبشركم بأنكم شاركتمونا في كل حرف حفظناه وفي كل آية تلوناها، فبوركت أموالكم وتقبل الله بذلكم وأخلف عليكم بخير. وفي ختام كلمتنا نرفع أكف الضراعة إلى الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا. اللهم اجز والدينا ومعلمينا والمساهمين عنا خير الجزاء، وألبسهم ثوب الصحة والرضا. اللهم وفق طلابنا لحفظ كتابك واجعلهم هداة مهتدين. اللهم احفظ منطقتنا الحوطة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، ووفقنا جميعا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك ووفقك الله وإخوانك لما يحبه ويرضاه، وجعلكم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. حفلنا المبارك، إن حفظ المتون العلمية هو السلم الراسخ لبناء جيل يحمل وعي الشريعة وفقه الدين، وبها تحفظ أصول العلم وتصان الأفهام من الزلل، فمن حفظ الأصول حاز الوصول. وهنيئا لأبنائنا الذين جمعوا بين نور القرآن الكريم وضبط المتون العلمية. وتأكيدا على هذا التميز العلمي وتكاملا للغراس الذي حان قطافه، نستعرض الآن نماذج ومقتطفات من حفظ المتون العلمية يشرف على عرضها وتقديمها الأستاذ الفاضل هاني جمال ياسين، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. أيها الحفل الكريم، إن العلم الشرعي من أجل القربات، وبه تنال الرفعة في الدارين. ولما كان حفظ الأصول مفتاح الوصول، قيل من حفظ الأصول حاز الفنون، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. ولأن مشوار طلب العلم يبدأ بحفظ المتون التي لا يستغني عنها المبتدئ ولا المنتهي. نستعرض معكم نماذج لتلك الأصول المباركة التي تدرج طلابنا في حفظها، وهي الأصول الثلاثة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام والأربعون النووية. فلنصغي إلى هذه الثمار المباركة حيث نستمع إلى ما حفظه طلابنا. نبدأ مع نواقض الإسلام. يتفضل الطالب حسان عبد الرحمن بحلين فليسمعنا شيئا مما حفظ. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. الأول الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنه الذبح لغير الله، من يذبح للجن وللقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، كفر إجماعا. الرابع
من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. محمد أمين عقيل وليسمعنا شيئا مما حفظ، فليتفضل مأجورا مشكورا. القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك بالإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية: أنهم يقولون ما دعونا متوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس متفرقين بعباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أقلبوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون بالرخاء ويخلصون بالشدة، ومشركي زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم. أحسنت وبارك الله فيك وأحسن الله إليك.